شوفوا بقى، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. شوفوا الحلاوه، ايه رايكم؟ اظن بقى ما فيش احلى من كده. عملت طبق كفته اللي هي المشويه العاديه اللي انا كنت لسه عاملاها، عملت واحد تاني برضو جنبيها. وادي السلطه، سلطه الطحينه، بطاطس. وادي بقى ناجتس اللحمه، ادي بس يا ياسمين رخمه. ناجتس اللحمه او بانيه اللحمه، اي حاجه عايزين تسموها تسموها. شايفين شكل؟ انا هسيب لكم بقى التسميه دي ليكم. ناجتس لحمه، بانيه، كفته، اي حاجه بقى يعني. شوفوا الاسم بتاعها ايه، وانا هسيب لكم العنوان تختاروا انتوا الاسم. بس شوفوا ايه رايكم، وبجد وصفه هايله جدا. وعلى فكره يعني ده كله من ربع كيلو لحمه، يعني ربع كيلو لحمه وكوبايه برغل صغيره، عملت ما شاء الله وليمه، يعني حاجه كده تشرف. يلا بينا بقى نشوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل لكم وصفه بانيه اللحمه او بانيه الكفته، سموها بقى زي ما تسموها. دي بتبقى طعمها حلو جدا جدا وموفره برضو جدا. دي بتتعمل بطريقه بسيطه قوي في اي كميه لحمه انت عاوزاها، ربع كيلو، نص كيلو، زي ما انت عايزه. دي نفس مقادير الكفته بتاعه اللحمه اللي انا لسه كنت منزلاها من فتره كده، يعني من حوالي اسبوع و10 ايام، هتلاقوها على القناه. اللي هي لحمه عليها اي ماده دهنيه انتوا عايزينها، سواء اللي هي ضاني او دهون لحمه. عليها بقدونس، عليها بصل، عليها كل التوابل اللي انت عاوزاها، عليها برغل. هي دي المقادير بتاعه الكفته دي. تمام. فانا عملت طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو، عملت المقادير بتاعه ايه الكفته، هي دي اللي انا قلت لكم عليها. فانا هنا خدت جزء منها عملتها كفته عاديه مشويه عاديه زي بتاعه الحاتي، مفيش اي مشاكل فيها خالص كده. وخدت معايا هنا كريسبي، خليت الباقي بقى عشان اعمله زي ما بقول لكم. معايا هنا الكريسبي اهو، اللي احنا بنجيبه للبانيه. وطبعا دي بطاطس انا مخرطاها كده اهيت عشان احمرها جنب الاكل، فانا هركنها على جنب دلوقتي. بس كده. فانا بقى هنا هعمل ايه؟ هنجيب بقى، عارفين الطعميه؟ طبعا عارفين الطعميه. هنعمل ايه؟ هنجيب قطعه كده زي الحجم اللي انتوا عاوزينه، ماشي. بتبططيها كده بنفس الشكل ده. ممكن بقى نفس يعني تكبري شويه، تقللي شويه، تعمليها صوابع زي ما انت عايزه، زي بالظبط الطعميه كده اهي. فانا يعني الحجم ده بالنسبه لي كويس. وتحاولي ان انت تدوريها كويس زي كده عشان تبقى كلها متساويه. وممكن تحطيها على كيس تفرديه كلها كده في الكيس، وتقطعيها زي ما بنعمل الناجتس. فانا اخترت دي، الطريقه دي احلى. فهنزل فيها هنا بالبيض اللي عليه حبه لبن صغيرين اهي. وهطلع كده من البيض، هروح نازله في الكريسبي بالشكل ده. هغسل بس ايديا علشان نسيت وعملت بايدي، فالمفروض انا كنت جبت بمعلقه قلبت بقى مع البيض الاول، بس انا مش عارفه، سرحت في الوصفه يا جماعه، سامحوني سامحوني سامحوني. سرحت، بتحصل في احسن عائلات والله. الواحد عشان واخد ان هو بيعمل كل حاجه بايده، ف عارفين انتوا بقى اللي هو ايه، بينسى يعني. بس فهنا بقى انا كنت بقلب الكفته اللي انا كنت حطاها على البوتاجاز، اللي هي المشويه ديت، عشان تعرفين طبعا ان انا بسويها على البوتاجاز. قلت بقى ما اقلبها واغسل ايديا وارجع لكم. تمام كده اهي. هجيب بقى الكريسبي، ولازم ايديكي تبقى نظيفه ما تبقاش فيها اي حاجه اهي، بنفس الشكل ده كده. بقت شكل الهمبرجر كده، شكل الناجتس. فعايزين بقى تسموها بانيه اللحمه، عايزين تسموها ناجتس اللحمه، زي ما انتوا عاوزين اهي. هنغطيها كلها بنفس الشكل ده اهي. شايفين شكلها عامل ازاي اهي. هعمل لكم بقى واحده تانية برضو بنفس الحجم. انا بقى ايه، مش هعملها كلها، مش هبططها، هخليها كده اهي. وهنزل بيها بقى هنا.
اهي. بس هحاول بقى ان انا اظبطها برضو بنفس الشكل ده. على فكره بعد ما بتحطوها في الكريسبي بتبقى تشكيلها سهل قوي على فكره، يعني اظن مفيش اسهل من كده، وبجد بيبقى طعمها حلو قوي، يعني عشان ما يبقاش ايه الاكل المعتاد اللي هي يا كفته مشويه يا كفته فراخ يا لحمه مشويه، لا يعني دي كمان حلوه قوي وموفره. وكمان لو هتوديها لولادك برضو في المدرسه، لو انت يعني من الناس اللي بتعملي همبرجر او الاكل اللي هو اللحوم عامه يعني في اللانش بوكس، فممكن الوصفه دي هتعجبك جدا وهتبقى موفره جدا. فانا هنا هخلص بقى كل الكميه واوريها لكم. هنا بقى كنت خلاص خلصت الكميه كلها، بسم الله ما شاء الله، عملت كميه حلوه. شايفين القطعه ما شاء الله كبيره. انا هنا سايبه حبه كريسبي عشان ما يلزقش بس في بعضه اهي. ما شاء الله كميه حلوه. هنزل بقى بيها كده في الزيت وهوريه لكم. بس يعني كده الزيت في الاول هخليه عالي، وبعد كده هوطي النار عليه، عشان دي طبعا لحمه، عشان بس ايه تقدر تستوي كويس اهي. هخلص بقى كده الكميه كلها هوريها لكم. شوفوا بقى بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. شوفوا الحلاوه، ايه رايكم؟ اظن بقى ما فيش احلى من كده. عملت طبق كفته اللي هي المشويه العاديه اللي انا كنت لسه عاملاها، عملت واحد تاني برده جنبيها، وادي السلطه، سلطه الطحينه، بطاطس، وادي بقى ناجتس اللحمه ادي. بس يا ياسمين رخمه، ناجتس اللحمه او بانيه اللحمه، اي حاجه عايزين تسموها تسموها. شايفين شكلها حلو ازاي؟ شايفين الجمال؟ يعني ما شاء الله تحفه. بسم الله. لا 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 لا. يعني بجد وهم. هاتي حته دي من الجبان، هاتي حته دي. بجد طعمها حلو جدا والله العظيم. لو عجبكم بقى الوصفه لايك وشير واشتراك في القناه اللي ما اشتركش، ومع الف سلامه.